بعد أيام من نكسة 67 وصلت معلومات للواء محمد صادق مدير المخابرات الحربية إن الإسرائيليين ناويين على عملية تحت اسم إذلال المصريين، والتفاصيل إن اليهود هينقلوا الصواريخ المصرية اللي قوات الجيش سابتها بعد ما انسحبت، وهيعملوا بيها عرض عسكري في القدس، والنقل هيكون في قطر بيمر في الشيخ زويد. وقتها قيادة الجيش كانت في حالة انهيار، وفضل اللواء محمد صادق يفكر في طريقة يوقف بيها العملية، لحد ما افتكر ضابط صاعقة اسمه إبراهيم الرفاعي واستدعاه فورا. ولما وصل عرض عليه العملية وقال له دي مهمة صعبة، هتقدر؟ المقدم إبراهيم الرفاعي رد فورا هقدر يا فندم، وادى التحية العسكرية وخرج من المكتب عشان يجهز للتنفيذ. جمع إبراهيم رجالته وشرح لهم المهمة، وبالفعل اتسللوا لسينا يوم 6 يوليو، وبخطة دقيقة جدا زرعوا الألغام حوالين قضبان السكة الحديد، وكان مفروض يرجعوا بعد زرع الألغام، لكن إبراهيم الرفاعي واللي معاه رفضوا يتحركوا إلا لما يشوفوا القطر متفجر. وبالفعل انفجرت الألغام وكل شيء اتدمر، وكانت دي بداية أسطورة البطل إبراهيم الرفاعي والمجموعة 39 قتال. المهمة الأساسية للمجموعة كانت تنفيذ عمليات خلف خطوط العدو والقضاء على فكرة المقاتل الإسرائيلي السوبر، وقدروا يعملوا ده خصوصا بعد ما فجروا تشوينات الذخيرة في سيناء، والعدو كان جمع كل الذخيرة اللي سابها الجيش بعد الانسحاب، ووصل عددها ل1,000,000 صندوق ذخيرة بيحرسها سرية من المظلات الإسرائيلية. ورغم مرارة الهزيمة، المقدم إبراهيم ومجموعته وصلوا سيناء وفجروا الصناديق، والنار كانت بتتشاف من على بعد 100 كيلومتر من موقع التفجير، وكل العناصر الإسرائيلية في المكان ماتوا. ونتيجة لكده رجعت الروح المعنوية لجنود وضباط الجيش المصري، واسم إبراهيم الرفاعي كان بيهز أكبر قيادة في الجيش الإسرائيلي، خصوصا بعد ما مسك أول أسير يهودي. الرفاعي خطفه ورجع بيه وظهر على التلفزيون في نفس اليوم وهو في منتهى الذلة. كمان قتل نائب مدير المخابرات الحربية الإسرائيلية ورئيس أركان القوات البحرية في كمين عمله لهم. وعملية ورا عملية بقى من أشهر رجالة الصاعقة والجيش المصري عموما، لدرجة إن جمال عبد الناصر ما كانش بينام لو الرفاعي في مهمة غير لما يطمن إنه رجع. لكن في عز القتال بتجيله قرحة في المعدة وبتسبب له آلام لا تحتمل ونزيف في بعض الأيام، بس رفض يسيب مكانه أو يسافر يتعالج بره، وقال مصر جريحة ومحتاجة للعلاج، لما نعالجها الأول نبقى نشوف علاج لنفسنا. وكمل خلف خطوط العدو. وفي يوم استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة وهو على الجبهة، نزف البطل إبراهيم الرفاعي وصمم ينتقم، ورفض يختار أي هدف إسرائيلي لاستهدافه غير الموقع اللي اتضرب منه نار على الشهيد عبد المنعم رياض، وحط خطة متكاملة للهجوم على موقع المعدية 6، وقاد الهجوم بنفسه وأباد كل اللي فيه، وعددهم 44 جندي إسرائيلي، ورفع العلم المصري على حطام المعدية. ومن شدة الهجوم إسرائيل قدمت شكوى لمجلس الأمن إن جنودها اتقتلوا بوحشية. وبعد ما مسك الرئيس السادات الحكم قرر يعمل يوم لتكريم إبراهيم الرفاعي والمجموعة 39 قتال، والمقدم إبراهيم ادى للرئيس هدية عبارة عن مجموعة من الأسلحة الإسرائيلية وعلم إسرائيلي جابه من على موقع دمره خلف خطوط العدو. السادات قال له عاوز شراسة وبطولة أكتر يا إبراهيم، شعبكم واثق فيكم وحاطط شرفه وأماله بين إيديكم. لكن لما بدأ الإعداد لحرب أكتوبر بيتفاجئ إبراهيم الرفاعي إن المجموعة 39 قتال ملهاش دور في خطة المعركة. هنا بيروح لمبنى القيادة العامة للقوات المسلحة وبيقابل الفريق أول أحمد إسماعيل وزير الحربية، وبيقول له بأدب إزاي يا فندم مصر تهاجم إسرائيل في سيناء من غير مشاركة المجموعة؟ إحنا أكتر ناس عندنا خبرة بالعدو وأساليبه وطرق التعامل معاه. وبعد ما خلص كلامه الفريق أحمد إسماعيل طيب خاطره واقتنع أن القيادة العامة غلطت في التخطيط للعمليات بدون إشراك المجموعة 39 قتال، وسأل إبراهيم الرفاعي عن العمليات اللي ممكن ينفذها، واتفاجئ أن الرفاعي جاهز بخريطة بالأهداف وخطط الهجوم، وأن المجموعة كمان اتدربت عليها. وفي الحرب نفذ مهمات في غاية القوة والخطورة زي تدمير المنشآت البترولية وحرمان العدو منها، وقصف شرم الشيخ بالصواريخ، وتعطيل مطار الطور.
لكن بتبتدي إسرائيل الهجوم المضاد بدعم ومساعدة من أمريكا، وبتحصل الثغرة في الدفرسوار. وقتها إبراهيم الرفاعي ومجموعته كانوا رجعوا القاهرة يوم 18 أكتوبر بعد تنفيذ المطلوب منهم. وفي اللحظات الصعبة دي بيتم استدعائه لمركز العمليات الرئيسي للقوات المسلحة، وبيتكلف من الفريق أحمد إسماعيل بالتحرك فورا للإسماعيلية واختراق مواقع العدو وتدمير المعبر أو الكوبري اللي عملوه في الدفرسوار. ويوم الجمعة 19 أكتوبر وصل هو والمجموعة الساعة 4 الصبح لمكتب المخابرات في الإسماعيلية، وراحوا يقابلوا اللواء عبد المنعم خليل قائد الجيش الثاني وناقشوا خطة التحرك. بعدها حاول إبراهيم الرفاعي الوصول لكبريت عشان ينفذ المهمة، لكن واجه صعوبات شديدة في الطريق، فرجع تاني مكتب المخابرات يعرف معلومات أكتر تساعده يوصل. ولما وصل المكتب عارف إن الفريق سعد الشاذلي رئيس الأركان جه الإسماعيلية وطالب حضوره فورا لتكليفه بمهمة الساعة 7:15 الصبح. العلاقة بين الاتنين ما كانتش طيبة، والسبب إن الفريق الشاذلي وقت ما كان قائد قوات الصاعقة والمظلات برتبة لواء كان معترض بشكل ما على تشكيل المجموعة 39 قتال كوحدة تابعة لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع تحت قيادة اللواء محمد صادق، وكان رافض توسع المجموعة وانضمام عناصر من الصاعقة ليها وتنفيذ مهام قتالية خلف خطوط العدو. وده لسبب أساسي، وهو إن المجموعة هتعمل إحراج لقوات الصاعقة اللي هو قائدها، وهتظهرها مش جاهزة لتنفيذ المهام، وهتدي قوة زيادة لقائدها محمد صادق. استغل حساسية عبد الناصر تجاه سلاح الصاعقة عموما بسبب دعمه لعبد الحكيم عامر وقت الأزمة بينهم، وأقنعه بأن المجموعة ما ينفعش تكبر ولا ينضم ليها قوات من الصاعقة وتبقى مستقلة فتهدد أمن النظام المستقل. كمان طلب أن إبراهيم الرفاعي يرجع يشتغل تحت قيادته في قوات الصاعقة. عبد الناصر في الأول اقتنع بدرجة ما، وفعلا الفريق سعد الشاذلي منع انضمام عناصر من الصاعقة لمجموعة الرفاعي. بس لما المجموعة حققت نجاحات كبيرة عبد الناصر وثق فيها وفي قائدها وزاد حجمها. المهم البطل إبراهيم الرفاعي راح يقابل الفريق الشاذلي بمقر قيادة الجيش الثاني وشرح له وصل لحد فين في مهمة تفجير الكوبري الإسرائيلي اللي كلفوا بيها الفريق أحمد إسماعيل. لكن الفريق الشاذلي قال له أنا اللي بدير المعركة هنا بتكليف من الرئيس وأنا المسؤول الوحيد. وبعدين قال له إن نسف المعبر مش مهم، والمطلوب دلوقتي قتال العدو في الثغرة ووقف تقدمه في اتجاه طريق الإسماعيلية القاهرة. وكلف إبراهيم الرفاعي بمهمة التحرك على طريق المعاهدة والوصول لتقاطع سرابيوم والسيطرة على التقاطع والتمسك بيه بأي تمن. فرد الرفاعي إن التقاطع وقع في إيد العدو بالفعل، وكمان بيسيطر على الطريق شمال التقاطع، وشرح له إن المجموعة بتتحرك بعربيات جيب وما ينفعش تاخد طرق رملية، كمان القوة كلها ما تزيدش عن 60 فرد وما فيش معاها تسليح مضاد للدبابات غير RPG وبعض المدافع اللي مداها قصير. بعدين قال له إن دي مش مهمته الأصلية، وإن في مهمة محددة من القائد العام مناسبة لتسليح المجموعة وعددها. اتدخل اللواء عبد المنعم خليل قائد الجيش الثاني في المناقشة وأيد رأي إبراهيم الرفاعي، لكن الفريق الشاذلي احتد عليه وطلب منه السكوت. وقال لإبراهيم الرفاعي أنت خايف من العدو ولا إيه؟ مطلوب تضحيات ومطلوب العمل بأي تمن. وفي لهجة شديدة قال له أنا اديت أوامر بإعدام أي شخص يتردد في تنفيذ العمليات. وانتهت المناقشة. وشاهد اللي حضروا اللقاء بأن الجملة الوحيدة اللي قالها إبراهيم الرفاعي بعد ما خرج من الاجتماع الشاذلي عاوز يذبحنا، لأن المهمة كانت انتحار حرفيا، والسبب الأساسي أن المجموعة 39 قتال لا يمكن تشتغل كقوة لصد العدو والتمسك بالأرض، لكنها قوة إغارة مهمتها كر وفر وزرع ألغام وتفجيرات وتعطيل قوات وهكذا. بس رغم كده نفذ أمر رئيس الأركان واتحرك هو ورجالته، وبعد ما مشوا شوية في الطريق قابلهم جندي مصري راجع الإسماعيلية ونبههم إن في كمين إسرائيلي في المنطقة ولسه مدمر قوات مصرية من الصاعقة. قرر إبراهيم الرفاعي يرجع لقيادة الجيش عشان يشوف طريق بديل، لكن الفريق الشاذلي أصر إن القوة تروح من نفس الطريق. وبيشهد اللواء محيي نوح بطل المجموعة 39 واللي كان حاضر كل اللحظات دي من الأول للآخر إن إبراهيم الرفاعي رجع وقال لهم الشاذلي عاوز يموتنا بس إحنا هنموت بكرامة. وبالفعل المجموعة كملت الطريق عشان توصل لتقاطع سرابيوم، لكن واجهوا أهوال من النيران
كان العدو بيهاجم قاعدة لصواريخ الدفاع الجوي المصرية بعدد ضخم من الدبابات، وقسم الرفاعي مجموعته في محاولة للدفاع عن الموقع ضد هجوم الدبابات، رغم ان تسليحهم ما يقدرش يواجهها بالأساس. الوضع كان في منتهى الصعوبة، ومن شدة ضربات العدو طلب إبراهيم الرفاعي على اللاسلكي دعم من المدفعية والطيران، لكن الاستجابة اتأخرت، والساعة 12:10 قرر الرفاعي الاشتباك مع دبابات العدو بالسلاح المتاح معاه عشان يوقف محاولة تدمير موقع الصواريخ ويفتح الطريق للتقدم لسرابيوم، وطلع على أعلى تبة بمدفعه واستمر يقاتل لحد ما استشهد بدانة من دبابات العدو جت في قلبه مباشرة. وخسرت مصر أعظم رجال الصاعقة على مر العصور.